زلزال المغرب الشقيق في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل يوم 9 سبتمبر 2023. كان الشعب المغربي على موعد مع زلزال هو الأعنف منذ 100 عام في تاريخ البلاد بقوة 7 ريختر وعلى عمق 18 كيلو 500. وتابعنا جميعا بحزن عميق أخبار زلزال المغرب، حيث خلف وراءه أكثر من 1000 وفاة ومئات الآلاف من الجرحى، بعضهم في حالة خطرة، ومئات الآلاف من المشردين خارج منازلهم المهدمة أو المعرضة للهدم. وما زال الضحايا العالقون تحت الأنقاض يواجهون مصيرا صعبا، حيث ضرب زلزال قوي بقوة 6.8 المغرب ليلة الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1305 شخص، وإجبار العديد من السكان على قضاء الليل في الشوارع. فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه أقوى زلزال يضرب هذا الجزء من شمال أفريقيا منذ قرن. وقد أودى الزلزال الذي ضرب المغرب الساعة 11 ليلا تقريبا بتوقيت المغرب الشقيق بحياة ما لا يقل عن 1305 شخص، وأصيب 1800 شخص وفقا لما ذكرته القناة الأولى المغربية الرسمية. يعد الزلزال المميت الذي ضرب المغرب بقوة 6.8 هو الأسوأ الذي شهدته البلاد منذ سنوات، حيث لم يشهد المغرب منذ عام 2004 كارثة مماثلة، عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة مدينة الحسيمة الساحلية، في حين كان أسوأ زلزال شهدته البلاد في العصر الحديث عام 1960 بالقرب من مدينة أغادير الغربية، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12,000 شخص. وقد قال صحفي في شبكة CNN في مراكش إن العديد من الجرحى شوهدوا واقفين خارج مبنى مستشفى بالمدينة، وبعضهم مصاب بجروح خطيرة على ما يبدو، مضيفا أن أسرة المستشفيات نقلت إلى خارج المبنى مع وجود أمني كبير بالمنطقة المجاورة، بما في ذلك الجيش والشرطة. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كيلو متر، ومركزه جبال الأطلس، وأسفر زلزال قوي نادر الحدوث عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق الأضرار بالمباني، وامتد تأثيره من مركزه إلى مدينة مراكش التاريخية. وقد عززت الهيئة الأمريكية تقييمها للخسائر الاقتصادية، ذاكرة أن من المحتمل وقوع أضرار جسيمة، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق، لافتة إلى أنه بشكل عام يقيم سكان هذه المنطقة في هياكل معرضة للتأثر بشدة من الزلازل. وأشار التقرير إلى أنه ورد بعض الهياكل ورغم وجود بعض الهياكل المقاومة، إلا أن المباني الأكثر عرضة للخطر هي الطوب اللبن والطوب غير المسلح المبني من الطين. والسلام عليكم ورحمة الله.